اخر نجم لمع في سماء البوندسليجا ساديو ماني. المشاكل النفسيه اللي عنده بدات تبان، يعني ده كده اكيد رصيده من الستر خلص. يعني في ناس كتير يعني زي ما انتم شايفين عندها مشاكل نفسيه، بس الحمد لله ربنا ساترها معاها، ومشاكله انعكست على تصرفاته مع فرقته الجديده البايرن ميونخ، والمؤشرات كلها الحقيقه يعني ماشيه في سكه ان هو هيفسخ العقد قريب قوي. ماني اللي دايما بيحاول يصدر لنا عنه صوره مش حقيقيه، وهو انه هادي وعاقل ورزين بقى ومش بتاع مشاكل، والناس كلها جايه عليه وفي مؤامره كونيه محاكاه ضده، وماسك تليفون ايفون 11 متكسر بقى وعلى الله حكايته، يعني عشان يبين ان هو من الناس وكده عادي. وهو فعلا قبل كده لما اتسال يعني في لقاء انت ليه ماسك ايفون 11 متكسر يا ابني، ما انت ربنا فارجها عليك يعني، ما تصرف وهات ايفون 13 ولا اي حاجه كده. قال لهم يا جماعه انا فعلا قاصد ان انا امسك التليفون ده لان انا شخصيه زاهده، يعني ما قالش مثلا ان هو ماسكه علشان يلم ريتش او عشان الناس تقول عليه الله ده انت زاهد جدا يا اخي. ايه ده يا اخي، ايه الزهد ده انت فظيع. وبيقول ان هو بيفضل ان هو يساعد الفقراء والكلام ده يعني افضل من انه يشيل تليفون حديث وكده. طبعا الكلام ده مش حقيقي، يعني ساديو ماني يا جماعه عنده اسطول عربيات بينافس اسطول العربيات اللي عند جعفر العمده، بورش ومرسيدس وبنتلي وحاجات انا مش عارفه انت اسمها طبعا يا جماعه، عشان زي ما انتم عارفين ان انا في اسكان اجتماعي محدود الدخل. ما انت لو عندك زهد في الحياه فعلا زي ما انت بتقول كده كنت جبت حته سكوتر جيت فور 150 سي سي كده، رحت بيه مشاويرك يعني ورحت بيه التمرين، على الاقل هتعرف تسلك وسط الزحمه يعني. لكن ليه لازم اجيب العربيه الجامده طحن جدا وامشي بيها وسط الناس واتاخر في الزحمه عشان الناس تشوفني وتقول الله ده ساديو ماني معاه عربيه جامده قوي مش معايا. على فكره انت لو جبت سكوتر هتجيب ريتش اكتر، اي نعم انا مش عارفه اعمل ريتش بالسكوتر اللي معايا، مش عارفه ليه الصراحه مع اني حاولت. طبعا يا جماعه هنا علشان نعمل كفته داوود لازم ناخد بالنا ان احنا نقطع البصل شرايح صغيره قوي عشان ايه تندمج مع اللحمه يعني وما تبقاش. يوم 8 مارس اللي فات لما البايرن كسب باريس الفرقه كلها كانت مبسوطه للتاهل لدور نص النهائي، وكانوا بيحتفلوا كلهم في اوضه اللبس ما عدا واحد بس، طبعا عارفين هو مين، ماني اللي يا دوب شارك ب 13 دقيقه بس من غير ما ينجز اي حاجه يعني، ولا جون واحد ولا اسيست واحد ولا حتى ضرب واحد بالرجل كده. كان زعلان جدا يعني وغضبان كده والموضوع حزز في نفسيته. وفي وسط فرحه اللعيبه وسط ما الناس مندمجه يعني وبتحتفل، ماني زعق للمدرب ناجلسمان وقال له ازاي يعني نجم الفريق يشارك 13 دقيقه بس في الماتش يعني ها؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. ناجلسمان الحقيقه يا جماعه معروف ان هو شخصيته ضعيفه كده، وفي نفس الوقت يعني هو راجل طيب كده وفي حاله مش بتاع خناقات ما بيحبش يعمل مشاكل، فما عرفش يرد على ماني يعني كده وقال له الله يسامحك ومشي. ما عرفش يفهمه ان ماني من ساعه ما جه البايرن وهو مصاب، وطبعا يعني ما ينفعش يعتمد عليه بشكل اساسي، هينزله 13 دقيقه بس كده يلعب شويه وعشان يعني ما يزعلش. بس يعني هو من الاخر يا جماعه لعيب جاي بيختار على الفرقه يعني، وكمان مضطر ان هو ينزله يلعب وكده، مع انه انا مش عارفه عينيا دمعت قوي. ايه ده، هو انت مالي صعب عليك يعني؟ ما يساعدش عليك افروسنتريك حبيبي. طبعا يا جماعه المدرب مهما حاول يفهم ماني الموضوع ده عمره ما هيقتنع بيه يعني، وهيحس دايما ان هو مضطهد يا عيني ومعمول عليه مؤامره كونيه علشان ما يلعبش. ماني عايز دايما يوصل للنجوميه بسرعه، مش فارق معاه الظروف المحيطه ولا وضعه ولا اصابته ولا وضع الفريق، اهم حاجه انا بس. وده طبعا يا جماعه لانه حاطط مين بقى، ابننا حاطط صلوحه دايما في دماغه عايز يقلده، يعني مش فاهم ان في فرق سرعات يعني. يا ابني ده الايجيبشن كينج يا ابني، انت فين وهو فين يعني. طبعا يا جماعه زي ما احنا عارفين ان صلاح الاصل والباقي تلاميذ في الفصل. تخيلوا يعني يا جماعه لما ماني يشوف ان الليفربول بيقع وخسر كل البطولات تقريبا، وفي نفس الوقت برضه صلوحه هو النجم اللي امال الفريق كلها بل وامال انجلترا كلها متعلقه عليه يعني، لان طبعا احنا عارفين ان معظم الانجليز بيشجعوا ليفربول عشان بيحبوا صلوحه يعني، مش علشان هم وطنيين وكده. في حين ان ماني يعني مش معمول له اي حساب في بايرن يعني زيه زي قلته، وده في عز ما البايرن عامل ارقام كويسه يعني. طبعا الفرق واضح جدا بين الايجيبشن كينج وبين ماني، وبرضه مع ذلك الجهاز الفني بتاع البايرن ما اهملوش. وناجلزمان يعني الحقيقه كان حاسس بمشكله ماني وكان بيحاول يحتويه يعني ويفهمه ان الدنيا لسه بخير وان انت يا ابني هتلعب وهتنجح وهتوصل وهتبقى نجم قد الدنيا وكمان هتعدي صلاح. هو انا شعري حلوه يا ماما؟ شعرك زي القمر يا امنيه. انا حلوه يا ماما؟ انتي قمر يا حبيبتي. هو في حد في جمالك يا امنيه وفي حلاوتك؟ وفي الماتش الاخير يا جماعه اللي كان بين البايرن والسيتي ثاني كان اناني، الله دي تنفع مطلع اغنيه دي يا سلوم. وطول الماتش ما راضيش ان هو يباصي لاي حد خالص، وكل ده بسبب ان هو كان عايز يسجل في فرقته القديمه اللي هي المانشستر سيتي. وفي لقطه من لقطات الدقيقه 83 تقريبا ثاني ما رضاش ان هو يمرر الكوره لماني، وطبعا يعني زي ما احنا قلنا ان ماني عنده مشاكل نفسيه يعني في اللي مكفيه يعني، مش ناقص حد يرشه في مناخيره كده. فحصلت خناقه بينهم كده بالكلام بس كده في قلب الملعب. ماني كلم ثاني بعنف وقال له بطل انانيه بقى يا اخي، انا زهقت منك يا اخي، ده انت زجتني المر يا اخي، اعمل ايه ارحمني وبصيلي. ثاني رد عليه وقال بس اروح العب بعيد، انت مالكش انت تكلمني بالطريقه دي اصلا علشان ما ازعلكش، انا هنا في الفريق ده بقالي 3 سنين بس يا حبيبي وبلعب مش قاعد احتياط.
طبعا الكلام ده يعني فضل حاسس في نفسيه ماني كده لحد ما الماتش خلص، بس يعني هيسكتوا له يستلموا بعد ما يروحوا اوضه اللبس. وفي اوضه اللبس ماني راح له كده وزعق له تاني بقى ونكش وكده وقال له مش كنت بصيت الكوره يا اخي، كان زماننا بقينا 3-1 بدل النتيجه الخايسه دي 3-0. فساني رد عليه رد قوي كده الحقيقه وقال له بقول لك ايه، ولا تقول لي كاني ولا ماني، انا اللي عايزه اعمله يا حبيبي مالكش حاجه عندي، مش هبصيلك يا اخي، ما بحبكش مش بالعافيه، هبصيلك ليه ما بحبك، هو بالعافيه يا سلومه. وهنا ماني ما حسش بنفسه غير وهم بيشيلوه من فوق ثاني قاعد نزل فيه بالبنيات وضرب لما عدموا العافيه وعوروا في بقه بقى وجابوا له الاسعاف مرينا جامده قوي تعالى. واليوم اللي بعده ظهر ثاني وهو عامل حركه كده ببقه يعني بيحاول يعني يداري ان هو اتضرب واتعلم عليه وكده يعني. اداره بايرن يا جماعه قررت ان هي تعاقب ماني ووقفته عن اللعب ماتش واحد بس غرموه غرامه كبيره قوي، يعني بيقولوا ان هي غرامه 10,000 دولار او يورو، يعني هي حاجه المهم يعني مش جنيه مصري. والتصرف ده يا جماعه كده واضح ان هو هيكون استكمال لنهايه ماني في بايرن ميونخ. عارفين يعني ايه ان هو يأذي لاعب زي سانيه قيمته السوقيه حوالي 70 مليون يورو؟ لا يا حبيبي اطلع بره الفرقه، بره يا حبيبي، احنا مش عايزين في ايه، انت هبت منك شكلها ولا ايه؟ اطلع بره يا بواب. وانا الحقيقه يا جماعه يعني في نهايه الفيديو حابه اقول حاجه لساديو ماني، صلاح هو الاصل والباقي تلاميذ في الفصل. لو عايز تبقى النجم الوحيد في الفريق يعني ونفسك ان انت تاخد اللقب ده، يبقى ترجع بقى السنغال او تشوف فرقه كده خايسه يعني تلعب فيها، هتظهر فيها انت وهتبان ان انت حد جامد جدا يعني، بس مش وانت مع صلاح. اكتشفنا مؤخرا ان صلاح ملوش اي ذنب في المشاكل اللي عندك وان هو راجل غلبان وطيب، يعني انت اللي كان عندك مشاكل يا ماني وظهرت حتى على اللي من نفس جلدتك، انت ايه ده يا اخي؟ بس يا جماعه شكرا خلصنا. برضه احب اوضح ان انا بعمله ده يا جماعه فول صويا عشان بس محدش يقعد يقول لي ربنا كرمك ولعبت معاكي ولعبت معاكي، سيبوني في حالي.